داري شوف لنا شي حل. مريض. عليك زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن. مجرد تذكير أنني لا أستطيع تقديم المشورة الطبية، وأنك يجب عليك دائما استشارة متخصص في الرعاية الصحية. واش ممكن تهضر بالدارجة المغربية؟ طبعا أنا موجود هنا باش نجاوبك بالدارجة المغربية. كيف حالك اليوم؟ ما لقيناش شكون يدينا للطبيب. لم تجد أحدا يوصلك إلى الطبيب. هل يمكنك البحث عن خدمة أخرى مثل سيارة أجرة أو خدمة النقل العام؟ صحتك مهمة ويجب أن تحصل على الرعاية اللازمة. صيفطنا شي خطاف من عندك. انا صافي صدري مشى البنات. إذا كانت الكحبة قوية من الأفضل أنك تشوف الطبيب. واش كاين شي حاجة معينة بغيتي تجربها؟ فنحل ماس ما بقاش العسل. ويلي فهمت. هل يمكنك البحث عن أدوية أخرى مثل الزنجبيل أو النعناع؟ كلاهما يمكن أن يساعد في تخفيف السعال. هل ترغب في معرفة المزيد عن هذه العلاجات المنزلية؟ الزنجبيل حار بزاف. حسنا، الزنجبيل قد يكون حارا بعض الشيء. هل تفضل تجربة مشروب آخر؟ ماذا عن شاي النعناع؟ هل يعجبك؟ النعناع فيه الغاز. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى النعناع إلا شربتيه بزاف يقدر يدير الغازات، ولكن مهدئ للسعال ومزيان للبرد. جربي مغلي البابونج، حتى هو مزيان ومهدئ. البابونج ما كيعجبنيش. يقول لك زرت حالك عطيتي. مرتي مريضة هي ولادها، شنو ندير ليها دابا؟ هيدي مطلقة. عليك زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن. مجرد تفكير أنني لا أستطيع تقديم المشورة الطبية، وأنك يجب عليك دائما. مراتي كتعصبني، شنو ندير لها؟ أفهم أنك تمر بوضع صعب. ويلي وضع صعب. مساعدتك في تقديم المشورة الزوجية. هل يمكنني مساعدتك في شيء آخر؟ هل يجوز أن أعطيها شي صلخة؟ لا يجوز أن تعطيها أي دواء دون استشارة طبيب. يمكنك الذهاب إلى أقرب مركز طبي. انا البنات قتلتنا الكحة ما دريمية. دابا أنا عصبتني مرتي، واش نضربها ولا لا؟ هذيك ضربة. شوفوا الجو شحال غزال ما شاء الله. انا كيحمقني هذا الجو والله. اللي داير خساره يلا جاي من الخدمه، اما انا ما عقلش عليك. نديك خويا تخرجني على الصباح. وزماني وكي داير لاباس عليك؟ ورا الناس توحشوك، قالوا لي فينا هو راجلك غبر. صافي سخيتي بيا وغتمشي بحالك. شنو واحد الحاجه شوف الصباح شرا لي الورد وقال لي حال شريت لك الورد ونسيت ما طلعتوش. متشق راسي شكرا ما زماني ملي خطك عليا. سير الله يجعل حياتك ديما ورد يا وردة حياتي. والله ما تنصبغك. قال لي قتلتيني بالصباغه. عرفتوا البنات كتشهيت الكيكه كتشهيتها تكون معلكه، وبغيت شي حاجه دغيا جوج ديال التعقيدات. كندير هاد المسمى عرفتي هاد الكويكه دات زوينه باينه فيها لذيذه. نفتحها ونشوفوها كي دايره من الداخل. معلكه. نجي واحد باش كنهزو. شوفوا الكيكه البنات جات معلكه، مكاينش جا ما يهزها. بقى نصها لداخل. شوف هي الصراحه تتبان بنينه. ولكن شوفوا
شوف التعليكه ديالها بقات لداخل. شوف البنات دابا داك الشوكولاط داكشي درت لها الفوق كله هبط للقاع، ولكن راه محروقه. شوف التعليكه اللي فيها من الداخل كي دايره. والله نجبد لكم واحد الطريف منها. شوف التعليكه كي دايره، يا سلام. نخصني نقولها انا غير هكا بلا من حيده كاع من المول. ما عندي ضياف، ما عندي والو. شحال بنينه يا البنات. كنت شهيت مسيمنات اختي ودرتهم. شوف جاو يا سلام. شوف كي جا. انا راه بعض المرات كتجيني الحداقه نوضت اليوم وخملت الدار كامله ودرت الكيكه ودرت المسمن. ايوا دابا هاد الحداقه سير تتنقارض. الحداقه عندي تتنقارض، تمشي واحد الشهر ولا شهرين عاد ترجع. ايوا المهم اختي ما تشهيت قلت مسمن وكيكه هكا معلكه. شتي الكيكه والله البنات تا جات واعره. شوفوا كي جات. شوف معلكه يا سلام. شوف كي جات من التحت غير هي مقوت ما تعلكش ما تقدي كاع تهزيها. اهلين وسهلين والسلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. شحال هادي ما جمعت انا وياكم، ما هضرتش انا وياكم من زمان. شحال هادي حد ما هضرت. شحال هادي الصراحه ما جلست هكا وهضرت وجمعت معاكم. ايوا المهم ما تديوش عليا، راكم عارفين اللي كاين. عرفتي حطيت داك الستوري اللي من قبل حطيته عندن. والله العظيم انا ما كرهتش لو كان نحط كاع المقادير اللي تندخل في ديك البسطيله وندخل حتى الفران والضو وديك الثلاجه اللي تتبات تترقد فيها وبزاف الحاجات. غنوقف لك 100 الاورو كنخسرها غير بخسور. يعني حنا ملي كنقول لكم 100 الاورو البسطيله فعرفي راه اصلا ما شرات ليا فيها والو. انا كنستغرب هذوك الناس اللي كيخدموا بالسطيله الا كيعتبروا راسهم كيخدموا بالسطيله همويه وزوينه وعامره كيفاش كيبيعوها كيفاش كيبيعوا البسطيله ديال الدجاج. انا بسطيله الدجاج دابا دايره 85 وكتجيني مسلكانيش وكنتمنى ما تجينيش في الطلب. ما نكذبش عليكم، انا كنفضل نخدم ديال الحوت على الاقل ديال الحوت واخا حتى هي ما فيهاش الشرباح، فيها غير واحد شويه بحال نقولوا كتحركي بصطامك ما تيبقاش خاوي، تتحركيه البسطام بين ما يجي بيزا اخر تخويه. فيها تماره بزاف، البساط راه فيهم تماره. مازال ديال الحوت غاليه كتقام غاليه على ديال الدجاج ولكن فيها تماره قل من تاع الدجاج. انا بالنسبه لي انا بكل صراحه ما كرهتش لو كان يكون عندهم ثمن واحد. لو كان انا عارفه كاع الناس غتبقى دير لهم ثمن واحد غندير لهم ثمن واحد بحال ديال الدجاج بحال ديال الحوت، لان ديال الدجاج كتضربي فيها ثمره الدوبل ديال الحوت. واخا هي كتقام شويه رخيصه على ديال الحوت ولكن ثمرتها مدوبله، ثمرتها ما كتردلكش داك التعب.